انا مش ساحره، بس الفتره دي مفيش حاجه قادر تعملها. انت فعلا مقصر في حياتك ولا عندك مشكله معينه؟ يمكن دي اصعب فتره تشتت وضياع في حياتك، مفيش حاجه بتحركك زي الاول. بكل بساطه انا أمنية، وفي رحلتي اللي لسه بتبتدي اكتشفت حاجه مهمه جدا، اني مش قادره. انا مش قادره. هو ايه الفشل ده؟ ايه الفشل ده؟ ما تقومي تعملي لك خطه وهدف، تجري وراهم يجروا وراكي، تشتغلي لهم ليل نهار، وتشربي قهوه طعمها وحش كل يوم وتخططي لمده 10 سنين قدام. اربح بالدولار. انت ما بتربحيش بالدولار ليه؟ ها؟ او اقول لك روحي اتفرجي على فيديوهات تحفيزيه وكلام مؤثر. بس ده ما اثرش غير على عمل الفيديو. هاخد دي بس عشان بحب الاخضر. السلام عليكم. ايه الحوار ده بقى؟ هقول لكم. من اول سنه 2023 وانا قررت اقعد واحده واعرف المشكله فين. طول الفتره اللي فاتت وانا بحاول وجربت. كنت بقوم كل يوم بكامل نشاطي بخلص جزء، والجزء التاني كنت برجع اهتم بصحتي ونفس عشان انا هاكل لوحدي. هم يدوب 10 برجرات و6 باكيتات بطاطس و2 لتر كولا. اهم حاجه الكولا تبقى ضايعه. هاكل لوحدي هاكل لوحدي، ما تكترش في الاوردر. وبقرا كتب زي المثقفين بالظبط. عشان تكون اول تجربه ناجحه ليا هي الفشل. الفشل في التخطيط كان تخطيط للفشل. كنت بحط خطط ازاي تفشل في 5 خطوات. عارفين ليه ده بيحصل لكم كمان؟ حاسس كده زي ما يكون مفيش وقت. انت كمان مش هتكمل الفيديو لحد الاخر عشان مفيش وقت تتفرج عليه، صح؟ اقول لكم المستقبل هتحطه في السيف وعمرك ما هتشوفه. زي كوبايه النيش، طول عمرنا نشوفها من بره، ولا مره فكرنا لو شربنا منهم هنحس بايه. وهتفضل حرب دايره جوانا هسميها المهم واللي شكله مهم. من اول ما بتصحى من النوم وانت بتختار بين حاجتين، مثلا الشغل ولا اقرا كتاب. المهم اشتغل، بس اللي شكله مهم بيبعدني عن الحاجه المهمه الاساسيه، الكتاب مثلا. وفي حاجات مش مهمه اصلا بس كده تحسها ضروريه، زي التليفون كده. تحس انك ضروري ترد على كل الناس وترضيهم. تنزل خروجات بتيجي فجاه، او ابن عمة ستك جه من الخليج ومهم تقعد معاه دلوقتي وتسيب كل اللي في ايدك. ودي حاجات مش مهمه اصلا بس ضروريه. في حاجات مهمه بس مش ضروريه دلوقتي تتعمل، زي الكورس الالماني اللي هيقبضك 14000 جنيه، والدراسات المتعدده مهم طبعا بس مش ضروري النهارده. وفي حاجات مش مهمه ومش ضروريه بس بنهرب بيها. مخدرات بتبعدك عن الواقع وكلنا عارفينها. كشخص ناضج انت بتعيش حياتك على اساس اختياراتك اليوميه. اختياراتك اليوميه بتحدد حياتك على المدى البعيد. وده بيجيب لنا سؤال كل شويه، هو اللي انا بعمله دلوقتي مهم فعلا؟ نينانا نينانا تيرارارارا. هيبقى في دايما اختيار بين اتنين. لو هتختار الشغل ولا التليفون وانت مسؤوليتك تركز على ردة فعلك، الاختيار هنا سهل. هتختار التليفون الشغل طبعا. ده بالظبط اللي بيحصل. الابيض والاسود بتعرف تفرق ما بينهم قوي، بس الرصاصي والرمادي هتحس ساعتها الحوار بقى صعب. صداع نصفي بين ان انا عملت الحاجات المفيده وكنسلت المهم. جلد ذات لو عملت حاجه مش مفيده وكنسلت حاجه مهمه برضه. ولو زنقت نفسك لاخر لحظه، جسمك بيتعود على الاكشن بتاع الدقيقه 90 ده اللي بتجيب في الجول كل مره. بنحب احنا الاثاره والتشويق، بس الماتش اللي بيتحدد على اخر دقايق مش شطاره، ومش دايما هتكون محظوظ وهتجيب جول. ده معناه ان مفيش جهد بذل طول الماتش، وانا هنا مش قصدي الماتش. فاسال نفسك وانت بتعمل اي حاجه، ايه اهميه ده دلوقتي؟ وايه اللي شكله مهم وخداع وممكن يستنى شويه؟ فين الشغف بقى؟ من العمليات اللي انت بتقوليه ده، ايه اللي هيحرك الانسان؟ ده لازم يبقى في حاجه تجري وراها طول الوقت. فين الاثاره، الشعله، الدافع، الحافز؟ طب بس اكبر كدبه اتقالت لجيلي حوار الشغف ده. الواقع ان مفيش حد بيصحى كل يوم حابب اللي بيعمله. انا مش قادره اصور فيديو دلوقتي بس بصوره. يا اخي مفيش حد بيصحى كل يوم طايق نفسه. بصراحه حاولت افهم حوار الشغف ده، لقيت حاجه احسن من الكلمه دي. خلينا نبدل كلمه الشغف دي بكلمه اللازمه، وشوف طريقه تفكيرك هتتغير ازاي. ايه لازمه اللي بتعمله دلوقتي ده؟ والله هاكل اكل صحي عشان الموضوع له لازمه على مدار حياتي كلها، مش عشان انا عندي شغف للحياه الصحيه. كل يوم بصحى بتجنن لو ما لقيتش ثمره الفاكهه مستنياني على الترابيزه. هو انتوا شغافين بالتفاح ولا بالبرتقال؟ بس الموضوع ليه لازمه، حاجه ليها لازمه وبنلتزم بيها. صحيت من النوم مش طايق انت بتعمل ايه، بس ملتزم باللي بتعمله، وهتلاقي الخيط بيتكرر وبتخلص كل اللي وراك. الاهم من الشغف التزامك. الالتزام عضله محتاجه تدريب وجهد. قضى حياته مش ملتزم بالدراسه مثلا، ما كانش بيروح المدرسه عشان وباء عالمي، كان 2 ورا بعض ما كانش في حاجه بتلزمنا. في البدايه الموضوع بيوجع زي اول يوم تمرين جيم كده بالظبط. بعدين اول ايام تدريب في الجيم بتختفي بالتدريج لحد ما تحس ان الموضوع بقى عادي.
طب ما حتى لو انا ملتزم انا مش بعرف استغل كل وقتي. اما تخليك مسيطر يا اسطى. ايه علاقه ده بده؟ لما يبقى عندك سيطره على وقتك هيعرف يبقى عندك وقت ازاي. سيطره مش انك تكون لابس بدله وحاطط رجل على رجل ومستني الوقت يخلص اللي وراك، لا بتخلصه حتى لو في ايه هيفوتك. لو القيامه بكره. مسيطر على وقتك يعني عارف امتى ده يحصل، امتى تشتغل، وامتى بتخلي الحاجات اللي تفوتك. بتذاكر مهما اتصلوا بتفكك منهم. وفي رحله المحاوله اكتشفت ان اهداف الاسبوع اهم من اهداف السنه، عشان انا مش بعيش السنه، انا بعيش الايام والاسابيع اللي في النص. ليه مش سنه؟ عشان هتنسى اهدافك وتتوه. سنه كبيره. ليه مش يوم بيومه؟ عشان هتضيق نظرتك قوي وحيطه مايله بصراحه. انت ولا نفس النشاط ولا نفس الصحه كل يوم، وفي ايام هتسقط انت في سنه كام اصلا. راقب اسابيعك كانها سنتك الجديده. كل اول اسبوع نيو ويك، عشان ولا تشوف الايام مزنقه ولا السنه طويله وممله. الاسبوع هيكون كويس نتدرب عليه. اما بقى تتدرب وعظمك ينشف، ساعتها هنعرف نحط اهداف سنويه واقعيه وما ننساش ننفذها. اصل انا عارفه اننا اشتركنا في الجيم، بس مين هيروح؟ الخطه هتفضل مجرد كلام طول ما هي مش بتتنفذ. تقمص دور المفتش كرومبو لنفسك. تراجع وراك، فتش وراك ورا نفسك. هتوريك شريط اسبوعي قدام عينيك، والنقد هنا نقد بناء، مش هيبقى جلد ذات، عشان لما ترجع تظبط الاسبوع اللي بعده تبقى عارف نقاط ضعفك في الاسبوع اللي قبل كده، عشان ما يحصلش مشاكل ومحدش مراقبك وعارف بلاويك غيرك. خليك صريح، ها؟ صراحه ماشي؟ ها؟ طب انا بقى ازاي نجحت في الفشل؟ ما كنتش بعمل اي حاجه من اللي فاتوا دول. هكتب حاجات كتير وانجح في ان افشل فيهم كلهم. الاهداف مش مستحيله، بس في حاجات ما كانتش مناسبه. رسالتي من الفيديو ده لجيلي، جيل الالفينات اللي مليان مشتتات ومليان حاجات بتسرق حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. وانا اولكم ان احنا مسؤولين عن كل حاجه بنعملها، واللي بنعمله النهارده هيكون حياتنا الجايه للاسف، او اللي بنعمله النهارده هيبقى حياتنا اللي بنتمناها بعدين. وكامل الحريه في الاختيار. وبس كده. لا عجبكم الفيديو لايك وتابعوني. بحبكم قوي.